السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم قبل ما نبتدي عايزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. سمعت عن حقوق الحيوان في الآخرة؟ ايه هو حقوق الحيوان؟ يعني الحيوان اللي أذى الحيوان أو ضربه ربنا هيحاسبه ازاي؟ وايه حقوقه في الآخرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادش للشاه الجلحاء من الشاه القرناء. يعني حتى ربنا هيعاقب الشاه اللي هي كان عندها قرون ونطحت أي شاة أخرى وأذتهم بقرونها، أو مثلا قط ضرب قط وكان دايما بيأذيه. كل ده ربنا بيخلص حقوق كل الحيوانات في الآخرة، ما بالك بقى حقوق البشر؟ خدوا بالكم، اتقوا الله في كل أعمالكم وما تأذوش حد، وربنا يغفر لنا كل ذنوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.